المولى عز وجل أمرنا وفرض علينا أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يقول البعض إنها سنة، وماذا تقول في هذه الآية؟ إنها لفريضة على كل مسلم موحد، على كل مسلم اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. إنها لفريضة، ولكن ليست كمثل الفرائض المعروفة من الصلاة. هذه هي الفريضة الوحيدة التي لا تلتزم بوقت معلوم مثل الصلاة. في أي وقت صلي على الحبيب المصطفى، في كل وقت، ليل نهار، نائم أم مستيقظ، كن متصلا مع حبيبك المصطفى الذي سيشفع لك يوم القيامة. وكيف يعرفك النبي محمد يوم القيامة إلا بأن تكون مصلي عليه في الدنيا. إذا أردت أن يعرفك الحبيب المصطفى فأكثر الصلاة عليه في الدنيا يعرفك صلى الله عليه وسلم في الآخرة. نعم. ألم يعرفني الآن في الدنيا؟ لا أقول ذلك. فهناك ملائكة خاصة ينقلون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذه الملائكة ليس لها أي وظيفة إلا وأن تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة الآن: يا نبي الله، يا رحمة للعالمين، أن فلان ابن فلان يصلي عليك الآن. فيبلغك النبي محمد بالصلاة عليك والدعاء بالمغفرة والرحمة. النبي مات، النبي مات. كل هذه الأشياء عن نبي حي، ومن الذي أدراك بأنه مات؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للصحابة اكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم تعرض علي، فتساءلوا الصحابة كيف يا رسول الله وأنت قد رميت أو توفيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرد علي روحي إذا صليت علي لكي أرد عليك السلام. يا الله، أين نحن منك يا رسول الله؟ والله إنا لمتغيبون في غفلة. كم منا يصلي على الحبيب المصطفى في اليوم؟ 10، 100، 1000، مليون؟ اسأل نفسك، هل جعلت لنفسك وردا كل يوم تصلي فيه على الحبيب المصطفى؟ الكل يعلم ما في داخله، والله هو أعلم ما في السر وأخفى. اعلم أيها الحبيب أن صلاتك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الوحيدة التي تقبل عند الله ولا ترد أبدا. يتساءل البعض كيف ذلك؟ أنا أصلي الظهر والعصر والمغرب. نعم، قد يكون فيه رياء حتى يقول الناس أن فلان مصلي، لا يترك فريضة، يعرف الله عز وجل. أنا والآخرين والناس وأنا لا ندخل في قلوب بعضنا. هل كل منا يعلم ما في قلب الآخر؟ لا.
ولكن الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تقول للناس إني أصلي على الحبيب المصطفى، لا، أنت تصلي في داخلك وسرك، وهذا سر بينك وبين رسول الله وبينك وبين رب العالمين، فتقبل ولا ترد أبدا. وحد الواحد. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع الصحابة، وكان معهم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، ودخل عليهم رجل ليس بصحابي، ولكنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يجلس بجواره. فتساءل الصحابة: من هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن هذا الرجل يرفع إليه أعمال أهل الأرض 10 أضعاف. يا الله، يرفع إليه أعمال أهل الأرض 10 أضعاف. فتساءلوا الصحابة النبي محمد: ماذا يفعل يا رسول الله؟ ماذا يقول حتى يكتب إليه أعمال أهل الأرض 10 أضعاف؟ اسمع بقلبك قبل أذنيك، اسمع بقلبك قبل أذنيك، واحفظ ما أقول، إنها والله لرسالة وهدية من رب العالمين إليك. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يرفع إليه أعمال أهل الأرض 10 أضعاف، لأنه يصلي علي صلاة لم يصلي بها علي أحد من قبل. كان يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة لم يصلي بها عليه أحد من قبل. ماذا يقول يا رحمة للعالمين؟ ماذا يقول يا نبي الرحمة؟ يقول هذا الرجل: اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن نصلي عليه، صلوات الله وسلامه عليه. فقط نعم، هذه الصيغة نعم، كما أمر، كما ينبغي، كما تحب. قولها وأنت على يقين بأن المولى عز وجل يكتب لك أجر أمة، أجر الأرض 10 أضعاف. ولم لا؟ أنت تتعامل مع من؟ مع الله. الشيطان قد يقول ذلك لك أن هذا مبالغ فيه، لا، بس أنت التزم بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.